عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله يا حبايب قلبي هعمل النهاردة طعمية بلدي جميلة ان شاء الله. كده عايزاكم تشجعونا كده باللايك كده يا جماعة، والاشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم يا حبايبي. هي دي بقى، انا جايبة نص كيلو فول مدشوش ونقيته اهو، وهغسله وانقعه، وبعد ما ننقعه بقى ان شاء الله هوريهولكم ونمشي واحده واحده واوريكم بقى الطعميه البلدي ان شاء الله. انا عملت اهو شويه طعميه في الخلاط عشان انا ما عنديش كبه. عملت ايه طعميه، هبدا احط اهو الفول اهو تاني اهو كده يا جماعه، وهو حبه توم اهو، احط عليهم شويه كزبره واحط عليه ملح واحط عليه بصل، وطبعا الخضره انا جايبه كزبره وشبت وبقدونس وبصل اخضر وكرات اهو حطيته يا حبايبي، وهوريكم اللي انا خلطتها اهي، اللي انا عملتها اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، وهعمل دول كمان واوريهم لكم اما اخلص. بسم الله ما شاء الله عليها، ريحتها روعه يعني. حتى لو ما عندكيش كبه زي كده اعمليها في شفشق الخلاط، تطلع جميله وموفره وحاجه في البيت نضيفه بدل الطعميه بتاعت بره اهو يا جماعه. بصوا بسم الله ما شاء الله، وهبدا اللي انا اطحن زي ما طحنت الباقي اهو، اطحنها ان شاء الله كلها واوريها لكم. بسم الله ما شاء الله، بصوا نعمه بصوا بسم الله ما شاء الله نعمه اهي، وانا حاطه عليها زي ما قلت لكم كزبره خضراء وبقدونس وشبت وكرات وبصل وتوم، والبهارات بتاعتها ريحتها بقى مش هقول لكم روعه، ريحتها جميله جدا. انا ضربتها في الخلاط زي ما انا وريتها لكم. طبعا الطعميه كتيره، هعمل ايه بقى، هبدا اللي انا احطها في اكياس واحطها في الفريزر، وكل ما اعوز اعمل طعميه اطلع وايه واعمل. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، ريحتها مفحفحه الدنيا كلها، وحاجه نظيفه انت عاملاها في بيتك. انا بليت الفول قعدته ساعتين، وبعد كده رحت طحناه وعاملاه في الخلاط. يعني لو ما عندكيش كبه سهل اللي انت تعمليها في الخلاط بتطلع زي الفل زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا يا جماعه، انا هشيل شويه منها واعمل الوقت ايه شويه واوريها لكم بعد ما اعملها. بصوا اهو، انت تشيلي على قد اكله كده، على قد اكله. انا يا حبايبي لما جيت عملت الطعميه جبت نص كيلو فول مدشوش وبلته وعملته، طلع لي 3 اكياس اهو. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو، الكيس اتعمل على مرتين، وعاية بست شويه هعملها دلوقتي واوريها لكم لما اجي اعملها. هحط عليها شعرة كربونات صغيرة كده بس كده يا جماعة اهي. ساعة ما تيجي تستعملي الطعمية لو عايزة تحطي عليها شعرة كربونات وكده تنفخها صغيرة، بس ساعة ما تستعمليها ما تحطهاش وانت شايلاها مع ما تحطهاش مع الطعمية، مع عجينة الطعمية وانت حطها في الفريزر، لا تستعمليها وانت هتقليها. بسم الله كده، واخد حتة كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهي. بصوا اهي بسم الله ما شاء الله، شعر الكزبره على الوش كده، واحط عليها شويه سمسم اهي كده اهي، وهبدا احطها في الطاسه كده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. برضو دي اوريها لكم كده تاني، ادي كزبره ناشفه وادي شويه سمسم اهي، وهبدا احطها في الطاسه اهو يا جماعه. مش هقول لكم بقى ريحتها ولا الكباب، ريحتها جميله بسم الله ما شاء الله عليها، احنا مش عارفينها اهي، بس بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا حبايبي، بصوا ما شاء الله منفوخه وجميله ازاي، بصوا ما شاء الله عليها اهي. هطلعها بقى واوريها لكم. بصوا يا حبايبي اهي بسم الله ما شاء الله،
وهوريكم. بصوا يا حبايبي هي منفوخه وعامله ازاي. بصوا احلى من بتاعه المطاعم، وحاجه نظيفه وحلوه، بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله وزي الفل. يعني جربوها واعملوها، وهي سهله مش متعبه. بسم الله ما شاء الله عليها، حاجه بسم الله ما شاء الله تفتح النفس، زي الكباب بالظبط. ريحتها مش هقول لكم عليها، ريحتها روعه. جربوها واعملوها ان شاء الله وهتعجبكم، موفره جدا. انا نص كيلو يعني عملت بيه، شلت 4 اكياس في الثلاجه، وعملت شويه دول كمان من نص كيلو. ان شاء الله تعجبكم يا حبايبي، وما تنسوناش ان شاء الله في اللايك والاشتراك في القناه يا حبايبي، عشان القناه تكبر بيكم ويوصل لكم مننا احلى جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.